صباح الخير مشاهدينا، كل اللي قاعد تشوفونه من كميات كبيرة وايد من المحار النافق على سواحل الخيران. يا ترى ليش؟ تابعوني. حسب التصريحات الواردة عن وكالة كونا أن عدد المحار قام يزيد بشكل كبير وعلى شكل أكوام، وعشان هذا الشيء طبعا يتطلب أكيد جهد كبير من المتخصصين عشان يعرفون الأسباب الحقيقية ويضعون الحلول المناسبة لتدارك هذه الكميات من المحار في قاع بحر الكويت. تتوقعون ألقى داخل هذه المحارة لولو؟ لا، ما أعتقد بعد هذا النفوق. طبعا مشاهدينا لو تلاحظون عدم وجود أي مكونات داخل هذه المحارة، والمحارة هذه مفتوحة 45 درجة. شيء غريب أن الأجزاء الداخلية داخل المحارة مو موجودة. مشاهدينا اكيد انتم استغربتوا وخفتوا من اللي شفتوه، بعد انا اليوم استغربت وخفت وايد من المنظر اللي شفته. عندي العديد من الاسئله وانتم اكيد عندكم العديد من الاسئله. طبعا اسره اعداد برنامج صباح الخير يا كويت مجهزين لنا داخل استديو صباح الخير يا كويت ضيف راح يجاوبنا عن كل هذه التساؤلات. خلونا ننتقل الى زملاء داخل استديو صباح الخير يا كويت.